السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، جمعة مباركة على الجميع ان شاء الله. آه، مستني الناس تخش. راح العب كورة دلوقتي. كل يوم جمعة بنروح نلعب كورة مع اصحابنا واصدقائنا، مش جمعة بس، جمعة وتلات. بيبقى يوم من احلى ايام حياتي، يعني ان انا بكون رايح العب كورة، استعيد الذكريات بتاعة الكورة. عايز اتكلم بس على امور حصلت في ماتش امبارح. زي ما قلت كده، مباراة يعني من احلى مباريات الدوري اللي احنا ممكن نشوفها، تتحط في تاريخ الدوري المصري. 4 أهداف في الشوط الأولاني، 6 أهداف في اللقاء كله. إثارة، تتغلب تتعادل تتعادل تتغلب، تتعادل. مشوقة جدا للجمهور للمشاهد، مشوقة جدا للأهلاوي اللي بيتمنى خسارة فريق أو مكسب فريق أو حتى تعادل الفرقتين عشان يخسروا كل فريق نقطتين. مشوقة جدا للزملكاوي اللي عايز يفضل فارق النقاط ما بينه وما بين بيراميدز والأهلي زي ما هو. مشوقة جدا لبيراميدز ان هم عايزين يعني يبتعدوا شويه عن النادي الاهلي اللي رايح لهم للمركز الثاني، او يروحوا يقربوا من نادي الزمالك المركز الاول وينافسوا على بطوله الدوري في مباراه مهمه جدا ب6 نقاط. فالمباراه كانت مثيره جدا جدا، حتى في احداثها التحكيميه والاثاره اللي موجود. الزمالك يجيب هدف التعادل، فجمهور الزمالك يقوم يتنرفز من مساعد الحكم، فيشوف الكوره ما بتتعاد فيلاقيها فعلا تسلل على عمر السعيد. الناس تتكلم على فكره ان كينو ممكن يكون في وضع تسلل، فيفاجئوا ان لاعب الزمالك كان مغطي وهدف كينو سليم مليون في المية. بعض الناس متضايقه من عماد السيد، بعض الناس بتشوف علي جبر وما بيطلع ويحط الكرة جوه الجون، محمد عبد الغني بيطلعها من جوه المرمى. بتشوف كور فرجاني ساسي بينفرد بيحطها، بيشوطها اي كلام بترجع له تاني سبحان الله عشان يشوطها. هدف من احلى الاهداف. كل الاهداف امبارح ممكن نتكلم انها اهداف جميله جدا ممتعه جدا. يعني هدف فرجاني ساسي ده هدف اكثر من رائع، يدل على ان لعيب عنده يعني موهبه فذه. هدف كينو اللي على الطاير، الثرو باس والاسيست بتاع عبد الله السعيد ورؤيته للملعب حاجه اكثر من رائعه. كمان هدف فرجاني ساسي بالدماغ. يعني يمكن هدف طبعا تراوري، إيريك تراوري هو اللي غريب شويه ملوش معنى قوي، ويعني هدف مش جميل، لكن بقيه الاهداف معظمها جميله جدا. حتى هدف محمود علاء، الكرة بتتلعب تكتيكية من كورنر، تلعب لابراهيم حسن يرفعها وهو واقف من غير ما يتحرك. فرجاني ساسي لولا تدخله ما كانتش الكرة تيجي جون. تحرك محمود علاء ان يلحقها ويروح يحطها بالدماغ قبل اي لاعب من لاعبي بيراميدز. هدف اكثر من رائعه. الكوره الضايعه، كوره عبد الله جمعه اللي جت في العارضه بيعملها اوفر راح جايه في العارضه. كوره اخرى في العارضه، يعني لا كان حتى طرد عبد الله جمعه في نوع من الاثاره. الناس مستنيه يلاقوا الكوره ما فيهاش اي حاجه، ولا عبد الله جمعه قطع الكوره واللاعب وقع من فوقيه، ولا هو لمسه ولا جه جنبه ولا بايده ولا برجله. وفجاه الحكم اللي عامل ماتش كبير فجاه يحسب، يعني يحتسب خطأ كارثي. كمان حتى الغريبه بقى واللي انا عايز اتكلم فيها يا جماعه امبارح، الكور اللي بتنزل الملعب. وهنا بتوجه بالسؤال، مين اللي موجودين في الملعب بيلموا الكور؟ هل هم تبع بترو سبورت؟ هل هم تبع نادي الزمالك او من ناشئي نادي الزمالك؟ اللي امبارح يا جماعه لا يليق باسم مصر ولا يليق بماتش كوره بيتلعب في دوري محترم. ان انا اشوف كل شويه كل شويه ما حد يجي يلعب كوره تنزل، كل شويه ما حد يلعب كوره تنزل. الا الناس دي اول مره في حياتهم يلموا كور وجايين مجاملات، او الا الناس دي يعني في منهم بيحاولوا ان هم يعطلوا لعبه. يعني معظم الكور اللي نزلت ما كانتش تعطيل لعبه الا واحده بس بتاعه كينو، وهي كمان طولت، ولكن هي القصه مش طولت او ما طولتش. يعني ايه ازاي تكون في هجمه مهمه جدا لنادي بيراميدز وكينو رايح ناحيه مرمى نادي الزمالك وكره تنزل وهو بيعدي؟ اي نعم هو شاطها وطولت منه، لكن في نفس الوقت ايه ازاي الكره تنزل؟ وايه الموقف القانوني اللي ممكن على حد علمي موقف قانوني زي ده لو الهجمه
هجمه كملت الحكم بيروح يتوجه للي عمل كده، الا بيطرده. طبعا احنا ما شفناش اي حاجه في الكاميرا، مش عارفين مين الولد اللي عمل كده، لكن لابد ان يعاقب المسؤول عن جلب هؤلاء الاطفال او هؤلاء اللي من يعملوا داخل الملعب عشان يلموا كور، لازم يعاقب. ده شيء بيمس طبعا شكل مصر، حتى مش شكل الدوري المصري يعني. لكن اللي انا عايز اتكلم فيه برضو ان انا شفت تعليقات امبارح من بعض من ينتموا للنادي الاهلي، فكره ايه قله الادب او العيب دوت او اللي بيحصل دوت او رمي الكوره، وهو عندهم حق صراحه، عندهم حق. ولكن هنا انا عايز اوصلها، هل هي معايير اللي بنبحث عنه معايير اخلاقيه؟ يعني احنا بندور ده عيب اللي الولد ده عامله، ولا عيب عشان هو زملكاوي، ولا عيب عشان الزمالك؟ ما هو لابد نعرف يعني ايه عيب ويعني ايه معايير اخلاقيه والفير بلاي واللعب النظيف في كره القدم او في الرياضه عامه. فلما نيجي نتكلم لازم ندين اهلاويه وزملكاويه اللعيب اللي بياخد ضربه جزاء وبيمثل فيها عشان ياخد حقه مش حقه. ندين لو كان بإعاز، إن أنا قولا واحدا لا يمكن بأي كلمة من الكلام إن جروس أو الجهاز الفني أو أي لعيب من نادي الزمالك أو أي لعيب من الجهاز الفني بيرمي الكورة أو بيقول للولد الصغير لو جيت هجمة مرتدة ارمي الكورة، ده يعني لا يمكن، ولا في الأهلي ولا في الزمالك ولا في أي حاجة. لكن معايير تانية داخل الملعب، اللعيب اللي بياخد ضربة جزاء وملوش حق إنه ياخدها، اللعيب اللي هو بيمثل على الحكم، اللعيب اللي هو بيمثل انه اتضرب عشان زميله ياخد طرد، اللعيب اللي بيأذي لعيب وبيخش في رجله وفي ركبته عشان يقطع اكل عيشه ويتعوره ويصيبه. لما نزعل على لعيبه مصابه يبقى نزعل على اللعيب اللي هيتصاب او اللعيب اللي احنا بنصيبه سواء اهلاويه او زملكاويه. وده الموقف اللي انا بقوله. لما يجي موقف مثلا من وليد ازارو ويقطع التيشيرت عشان ياخد ضربة جزاء مش حقه او عشان يمثل على الحكم، لازم ندين دوت، لازم ندين كاهلاويه قبل الزملكاويه، لان احنا دايما بندور على المعايير الاخلاقيه. وهنا دايما اللي احنا عايزين نروحوا على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ايه دورها في اللي بيحصل دوت؟ السوشيال ميديا دي مجموعه من الشباب او الكبار او اي بني ادم في الدنيا ليهم معايير اخلاقيه مختلفه. في منهم المتعصب، في منهم اللي عايز يشجع فرقته، في منهم اللي مش فارقه معاه اخلاق لعيبته نيله او اخلاق لعيبته، المهم اخلاق الخصم، وفي منهم بيفكروا بشيء عقلاني. فاللي انا عايز اقول السوشيال ميديا ايه دورها؟ دورها انها تدين كل ما هو مش فير بلاي ولعب مش نظيف، ولا تدين الخصم فقط المنافس فقط؟ احنا دورنا احنا بقى كاعلاميين ان احنا ندين كل ما هو مش فير بلاي او مش لعب نظيف، وندين اي لاعب زملكاوي او اهلاوي او بينتمي لاي نادي بيحاول ياخد ضربة جزاء مش من حقه، وندين اي لاعب بيمثل على الحكم عشان ياخد حاجة مش من حقه، وندين اي عامل او اي واحد يدخل كورة عشان يمنع هجمة. ندين اي شيء، ندين اي شيء ضد الفير بلاي واللعب اللي مش نظيف. هي دي المعايير الأخلاقية اللي احنا المفروض نتكلم بيها. بشوف على طول بوستات على السوشيال ميديا، يعني كنت شفت بوستات قد كده على فكرة أزارو قطعوا التيشيرت من الزملكاوية، وشفت امبارح بوستات قد كده على رمي الكرة في الملعب والهجمة مرتدة، وده ايه ده اللي انتوا بتعملوه دوت. لكن عمري ما شفت أهلاوي بيعمل بوست على وليد أزارو او زملكاوي بيعمل بوست على الولد اللي رمى الكوره، رغم ان احنا ما شفناش كاخراج او كذا او كلام من هذا القبيل. دايما هي خلاص هي روح التعصب او روح فكره ان انا مع ناديه في الحق والباطل، ان انا ضد اللي قدامي دوت وبتصيد له الغلطه، ولو لعيب عندي عمل غلط ما بتصيدلوش الغلطه. فهي دي المعايير اللي احنا عايزين نمشي عليها. لا كمان طبعا اللي بيتواصلوا معايا الحمد لله احنا عندنا واصلين دلوقتي 410 ألف بيتواصل معايا او فولورز على صفحتي، وكلهم فعالين تقريبا. وانا خدت قرار النهارده خلال 48 ساعه من دلوقتي، اي واحد شتام، اي واحد بيشتم، مع السلامه. عمري في حياتي ما هرد على واحد بيشتم، بره على طول بره. انت من حقك تبقى اهلاوي او من حقك تبقى زملكاوي، من حقك تختلف معايا في الراي، او الراي مش عاجبك رايي قول رايك،
مش عاجبك كلامي ما تعلقش عليه. مش عاجبك خالد نفسه، ما تجيش تعمل له فولو او تخش له. خلاص مش عاجبك خالد، لو انا مش مش اعلامي مالكش دعوه بيا. لو انت شايفني متعصب روح لحد مش متعصب. لكن فكره دايما الفكره خالد متعصب بس انا اروح لمتعصب عشان هو اهلاوي زيي. خالد اشتمه اصل هو بيعمل حاجات غلط بس ما اشتمش غيره اصل هو تبعي، اصل هو يعني حلو وجميل واراءه عجباني انا وبتغيظ الزملكاويه مثلا. او زملكاوي يعني فكره الكلام اللي انا بقوله ده يمشي على الاهلاوي والزملكاوي. يعني لو اي واحد زملكاوي شتم عندي وشتم بالفاظ خارجه بلوك على طول. برضو احنا دلوقتي بندور على الاحترام والادب ما بين الجميع، اهلاويه وزملكاويه وكل الانتماءات. لكن اللي هيحاول يخرج عن النص مع الف سلامه. انا كنت بحاول كمان حتى في بعض الاحيان بخش على بعض الصفحات اللي منتميه لانديه اخرى ومنها النادي الاهلي، في اللي بيتجاوز كنت برد. دلوقتي مفيش رد ومش هخش على صفحات تانية ومش هتواصل مع حد الا بالادب وبالاحترام ويكون في تفاعل محترم ما بيننا. السوشيال ميديا اتخلقت عشان يكون في تفاعل واراء مختلفه ومناقشات مختلفه بأدب وباحترام. لو انت مش قادر تسيطر على انفعالاتك او تسيطر على انتمائك وتخلي انتمائك يكون مجرد سباب ولعن وشتم، يبقى انت راجل ما عندكش اي حجة وما عندكش اي قدرة على النقاش ومش متربي وقليل ادب ومش محترم ومن بيئه واطيه وحاجات كتير قوي. ما عندكش اصل وابوك وامك ما ربوك. والله ممكن يكون ابوك وامك حاولوا يربوك وهم ناس محترمه بس انت شخص مش محترم لان انت شتام. العقليات على السوشيال ميديا مختلفه، في الجاهل وفي المثقف وفي المتعلم وفي المتعصب وفي اللي نفسيته مش كويسه وفي اللي نفسيته كويسه وفي الانسان العقلاني اللي بيتكلم بادب اللي عارف اهله يربوه. في اشياء كتيره واشكال كتيره وكلنا بنتفاعل معاها وعارفينها وبنفهمها، فما بقاش في مشكله خالص. انا السوشيال ميديا دي اتعملت والفيسبوك بتاعي معمول للنقاش والاراء المتعدده. مفيش حد يقدر ينكر ان انا زملكاوي قلبا وقالبا. انا كنت كابتن نادي الزمالك. اللي حابب يخش معايا في الانتماءات الاخرى منتمي لنادي اخر اهلا وسهلا بيه. المختلف معايا اهلا وسهلا بيه بكل ادب واحترام، مفيش مشكله. فهنا يا جماعه اللي انا بس بوصل لكم بعلمكم، انا جاي اعلمكم. بص جاي اعلم بعض اللي هو بيتكلم على الفير بلاي. الفير بلاي يا حبيبي انت وهو، الفير بلاي ان انت تدور على الاخلاق في الرياضه وفي كره القدم. عندك اخلاق هيكون عندك اخلاق في كله. ما يبقاش واحد بيشتم ببقه ايه يعني المشكله يشتم بقه وبعد كده واحد تاني يشتم بقه فيقول ايه ده قليل الادب قوي، ده الواد ده قليل الادب، ده مش متربي، ايه ده هو ازاي الشتام دي تخش بيتنا؟ ده المنطق. اما اكون انا طبعا انا ضد كمان، خدوا بالكم انا ضد اي جمهور يشتم كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن بص شاء من شاء وابى من ابى، انا بحبه جدا على المستوى الشخصي، عشرة عمر، لعب معايا، جاب بطولات كتير لنادي الزمالك. يعني شخصيه قد يرى البعض ان هو بتحب نفسها، مفيش حد ما بيحبش نفسه. مخلص في عمله في شغله في اي نادي بيروحه. فانا على المستوى الشخصي بحبه جدا. قد اختلفت معاه الفتره الاخيره بسبب فكره انه هو يعني عارف كويس قوي ان الزمالك عمل له اغنيه احنا معاك يا عميد وجمهور الزمالك بيحبه وبيعشقه. 30 40 50 واحد شتموه في ماتش، مش ده معناه ان هو يقعد يرفع ما اعرفش ايه التيشيرت الحمراء وهو بيدرب النادي المصري وكأن النادي الزمالك لا يعنيه في شيء. لا، النادي انا احترم كابتن حسام حسن ان هو بيشجع النادي الاهلي وتربى في النادي الاهلي رغم ان بعد فتره مشي من النادي الاهلي وراح نادي الزمالك، وكان نادي الزمالك ليه دور كمان في نجوميته في عطائه زي ما هو ليه دور ايضا في بطولات داخل نادي الزمالك. فانا احب كابتن حسام يحترم الاهلي ويحترم الزمالك ويحترم المصري ويحترم مشاعرهم. اللي حصل امبارح حد شتمه، وانا ما سمعتش والله، بس لو حد شتمه انا ضد اي واحد يشتم الام والاب. ووالده كابتن حسام بالذات عنده يعني حاجه كبيره جدا الله يرحمها، لكن في نفس الوقت ضد ان كابتن حسام يشتم. يعني انا ضد انه يتشتم وضد انه يشتم. كلنا اتشتمنا. انا شخصيا اتشتمت كتير جدا وانا بسم الله ما شاء الله بتشتم كل يوم الصبح على صفحتي. لكن مش معنى كده ان انا ارد الشتيمه بالشتيمه. انتوا حتى اللي متابعيني اي حد بيشتم اللي بعمل له بلوك، ساعات برد وبعد كده اعمل له بلوك، لكن ما بشتمش حد. اما اتنرفز شويه اقول قذرت اللسان، ده لسانه قذر.
ما حد يشتمني بامي اقول له ربنا يرحم امي ويحفظ امك من لسانك القذر. يعني ما اتمناش لامك ان واحد زيك يشتمها او يقل ادبه عليها، لان ام دي ربنا كرمها سبحانه وتعالى في القران، امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. وطبعا الشتيمه عامه حرام، ومره واثنين وثلاثه وبقولها اهو تاني، اللي بيتكلم على ان رئيس نادي الزمالك شتام او بيشتم، ما هو ما ينفعش تكون زعلان من رئيس نادي الزمالك ويقول وحياة امك وانت تروح قايل امك. يعني ما هو يعني انت بتشتم اكتر، فحد يقول ايه لا ده رئيس نادي ومسؤول. صح، عندك حق، رئيس نادي ومسؤول، فلازم يكون عباراته وكلامه على الهوا بمعايير معينه. لكن في نفس الوقت انت السوشيال ميديا اصبحت على الهوا، اصبحت بيخش عليها ملايين، وبيخش عليها ستات ورجاله واختك وامي وابوك وعمتك وعمي وبنت عمتك. فانت مش عندكش مشكله ان هم الام والاب يخشوا فيشوفوا ابنهم بيشتم بالام والاب وبيشتم قدام اخته، قدام اخت صاحبه، قدامه، وده ما عندوش مشكله. ففين الاخلاق اللي انتوا بتدوروا عليها؟ معايير الاخلاقيه فين؟ انا اما باجي اوجه بني ادم واقول له يا ابني خليك مؤدب، يبقى هو مؤدب. اما اجي اقول لبني ادم يا ابني روح صلي، يبقى هو بيصلي. مش ما بصليش وهو بنصح غير انه يصلي. طب صلي انت الاول، طب خلي عندك اخلاق انت الاول، طب انت بتبقى متربي الاول قبل ما تنصح غيرك او تتضايق من غيرك او تتضايق من اخلاق غيرك. المفروض يبقى انت عندك اخلاق عشان تتضايق من اخلاق اللي قدامك. لكن ما يكونش عندك اخلاق وتوجه اللي قدامك وتقول له عندك اخلاق، يبقى انت ده اسمها شيزوفرينيا اللي موجوده لا مؤاخذه يعني في ناس كتير قوي دلوقتي. وده اللي موجوده كمان على البروفايلات بتاعت ناس كتير قوي. تلاقي واحد ده زي مره واثنين وثلاثه بقولها وهفضل اقولها، واحد حاطط لي صوره قرانيه وبيشتم، واحد حاطط صورته في الكعبه وهو بيعمل عمره عشان ربنا يتوب عليه وبيشتم، واحد بيبوس ايد امه وبيشتم، واحد اسمه ايه ده حاطط يعني كلام ربنا وبيشتم، واحد حاطط ايده وهو بيدعي للسماء وبيشتم. لا ده كلام ايه؟ ده حاجه اسمها شيزوفرينيا، ده اللي انتوا فيه دوت شيزوفرينيا على فكره. وانا مش ملاك وحد يخش يا عم خالد ما انت كنت تلعب مره شتمت. شتمت مره وانا ما كنتش عارف ان مايكات الميكروفونات تحت، وانا شتمت كتير على فكره في حياتي يعني لكن في وقت الواحد بيتعلم او مش بالشتام بقى عمال على بطال كل يوم بشتم. يعني ما فيش حد في العالم ما شتمش او ما تنرفزش او ما تعصبش، لكن الواحد يتعلم من اخطائه. والواحد برضو لكل مكان يعني. انا في النهايه في وقت دلوقتي انا على الهوا على الملايين. هل ما ده معناه ان انا اقعد اشتم؟ وحتى لو لوحدي هل ده معناه ان انا اشتم؟ لا، الواحد بيتغير الاحسن والافضل باذن الله. تعالى مروان، هتروح تلعب كوره معايا ولا ايه؟ ها؟ تعالى اقعد جنبي سلم على الناس. لابس طقم ايه؟ توتنهام؟ دي هاري كين. بس بتشجع مين اكتر، صلاح ولا هاري كين؟ صلاح. صلاح؟ اتفرجت على ماتش بيراميدز امبارح؟ ما اتفرجتش انت؟ ها؟ بس كنا هنكسب بس عشان طرد امبارح فعشان كده دخل جول فينا. صحيح. زملكاوي جامد انت؟ بس عشان انت بتشجع بيراميدز والزمالك فعشان كده جت تعادل. صحيح. لكن انا بشجع بيراميدز والزمالك ولا انت؟ انا كان واحد بيشجع بيراميدز والزمالك، بس انت ايه؟ الزمالك. وامبارح طرد الحكم خلص علينا صح؟ عموم يعني هارد لك لان الزمالك خسرت النقطتين امبارح، لكن هي مباراه كبيره اتظلم فيها الزمالك وتحكيميا، ومره اتنين اهو اتظلم فيها الزمالك تحكيميا. تخلص عليه اخر 25 دقيقه قدام اقوى فريق في الدوري بعد الاهلي والزمالك. اقوى فريق في الدوري بعد الاهلي والزمالك، ومباراه بين الاول والثاني في ترتيب الدوري الحالي. ومره واثنين وثلاثه الاهلي راجع وبقوه وبمنافسه قويه، والاهلي لو كسب ماتشاته اللي بقى فارق 6 نقاط، والاهلي هيلاعب الزمالك ماتشين رايح جاي، ولسه الزمالك هيلاعب بيراميدز في العوده، والاهلي هيلاعب بيراميدز وماتشات تقيله، ولسه ابتدى الضغط يبان، والزمالك عنده المقصه فما لا تحتمل التعادل، والاهلي عنده دجله لا يحتمل التعادل. فالدوري سخن والدوري مازال حتى نهايه الموسم. كلمه بس بوجهها لمجلس اداره نادي الزمالك. كان في كلام المستشار التركي آل الشيخ عرض شراء طارق حامد او عبد الله جمعه او طبعا
محمود عبد العزيز مقابل عمرو مرعي ومحمد حمدي. احنا عارفين طبعا عمرو مرعي ومحمد حمدي عندهم مشكله كبيره جدا، ما بيلعبوش دلوقتي مع بيراميدز لان هم عندهم حاجه في الجيش، او المفروض ان هم يكونوا متواجدين في الجيش، فعندهم مشكله. نمره 2 نادي الزمالك مش محتاج صفقات. حد يقول لي دلوقتي يعني ايه مش محتاج صفقات؟ محتاج تدعيم وليس صفقات. الفريق الكبير بيحافظ على نجومه 5-6 سنين قدام، يعني لازم نشوف فرجاني ساسي ده ان شاء الله 4 سنين قدام مع نادي الزمالك. طارق حامد ينهي حياته الكرويه في نادي الزمالك لانه مش صغير السن. عندك كمان كل اللعيبه بما فيهم محمود عبد العزيز بعبد الله جمعه باي حد، اللعيبه دي لازم نحافظ على قوام الفرقه ونجوم الفرقه وندعم. نادي الزمالك عايز ايه؟ عايز حارس مرمى يكون عالي المستوى مع جنش وعماد السيد وعمر صلاح. محتاجين حارس مرمى، محتاجين باك ليفت قوي جدا. احسن باك ليفت في مصر عبد الله جمعه، واحسن من محمد حمدي. محتاجين باك ليفت كمان. يعني لو الزمالك يجيب محمد حمدي في وجود عبد الله جمعه. نادي الزمالك محتاج مثلا حد من ابنائه زي مصطفى محمد راس حربه يرجع. تحافظ على كهربا، الا لو كهربا بقى مش عايز يفضل، دي حاجه ترجع له. ممكن ترجع رزاق سيسي مكان حميد احداد لو ما بيلعبش. امبارح يا جماعه الزمالك بيفتقد 4 لعيبه تقال جدا جدا جدا، ولعيبه دوليه ولعيبه تقال. امبارح بيفتقد جنش حارس مرمى دولي واحسن حارس في الدوري من وجهه نظري هو عامر. بيفتقد الونش، كان في كاس العالم في 23 اسم ومن السردباكات التقيله قوي، بيفتقده بقاله فتره الونش. بيفتقد ايضا اوباما لعيب كبير جدا جدا جدا، وبيفتقد ايضا مصطفى فتحي من وجهه نظري، وغير ايمن حفني واللعيبه اللي كده كده ما بيلعبوش مع جروس. لكن الاربعه دول تقال جدا جدا جدا، 4 تقال افتقدهم نادي الزمالك امبارح. وافتقد كمان عبد الله جمعه اخر 25 دقيقه او 24 دقيقه بالوقت الضايع. ورغم كده الزمالك عمل مباراه كبيره جدا، مباراه اوروبيه بحيي عليها بيراميدز وبحيي عليها فريق نادي الزمالك. بشكركم جدا وبتمنى لكم دايما التوفيق. سيبوني بقى اروح العب كوره، وان شاء الله باذن واحد احد بكره هنبتدي بروموهات وكده واستعداد للمحور. عايز تقول حاجه؟ قول. دلوقتي يعني ليفربول المره اللي فاتت كسبت 4-3. محمد صلاح جاب جولين. وروبرتو فيرمينو جاب جول. وماني جاب جول. تمام كده 4. تمام. بس انا شفت يعني ان محمد صلاح كان قرب يجيب هاتريك. فزعلت ها؟ بس طب قول لي، وجه كلمه لمحمد صلاح، مش انت بتقول لي ان انا نفسي اشوفه واتصور معاه؟ انا نفسي اشوفه واتصور معاه. طب قول له يا محمد صلاح انا نفسي اشوفك وتصور معاك لما تيجي مصر. انا نفسي اشوفك يا محمد صلاح واتصور معاك لما تيجي مصر، او اقابلك لو معرفش ايه. استنى لما يجي مصر يعني تقابله يعني. الزمالك لعبت الساعة 7 وكسبت الساعة 8 امبارح، بس انت كنت خارج بقى مع اصحابك. لا، والمرة اللي فاتت لما ليفربول لعبت 4-3 الزمالك كان بيلعب في نفس الوقت. كان بيلعب الساعة 7 وكسبوا 3. ايوه ماتش اتحاد طنجة المغربي. شفت الاجوان كانت حلوه ازاي؟ عجبك جون مين؟ انا مش فاكر. كان اوباما وعمر السعيد اللي جابوا. فاكر اوباما اللي رقص الفرقه كلها كده وعملها؟ فاكر عمر السعيد عمل دبل كيك؟ اوباما وعمر السعيد عمل دبل كيك. مش انت كنت عمال تقول لي على الاجوان؟ ايوه، عمر السعيد كان عاجبني الاجوان بتاعت عمر السعيد ويوسف اوباما. تمام، يلا قول لهم باي.